بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا العملاء، شركة عقار فيندر قسم البرمجيات بتقدم تطبيق جديد. التطبيق ده اسمه نيو كايرو ماب. ده عبارة عن تطبيق فيه جميع خرائط القاهرة الجديدة بالإضافة إلى أرقام الفيلات، رقم كل فيلا بالمنطقة بالحي. تمام. ابتداء من الأحياء، جنوب الأكاديمية، النرجس، البنفسج، الياسمين، وقريبا الأراضي كلها، الأندلس، بيت الوطن، واللوتس. تمام. التطبيق داتي من ضمن مميزاته ان هو بيسهل عليك كاونر، كمالك مطعم، كمالك شركة عقارات، كمالك صيدلية. تمام. بيهمك انك السيلز اللي معاك او الدليفري اللي انت جايبه يوصل للمكان من غير ما يتوه، من غير ما يضيع، من غير ما ياخد وقت كتير انت بتكون حاسبه. تمام. التطبيق ده بمجرد انك انت بتعلم من المكان اللي انت موجود فيه. تمام. بمجرد ما من المكان اللي انت فيه، بمجرد ما تعلم فيه لغايه المكان اللي انت رايحه. تمام. بيحسب لك انت هتاخد في الطريق دي قد ايه. وفي حوالي ثلاث طرق تختار منهم الطريق اللي انت عايزه، سواء كنت راكب عربيه، او ماشي على رجلك، او راكب موتوسيكل او ما شابه. تمام. نيجي نشوف التطبيق بيشتغل ازاي. انا حضرتك هنا مثلا، انا اتقال لي مثلا العنوان التالي: الحي الخامس، منطقة تانية. تمام. الفيلا رقم واحد دي كانت طالبة اوردر عندي، او كسيلز انا نازل عليها معاينة مع عميل. تمام. آه انا بفتح التطبيق زي ما احنا شايفين اهو. تمام. وبعد كده تمام، هنعتبر ان هي دي رقم واحد، هي دي اللي انا معلمها. تمام. حلو. روح دايس عليها انا اهو كده. اول ما ادوس عليها لو لاحظنا تحت هنلاقيه ان هو طلع لنا اختيارين: جوجل والعلامه ايه التوصيل. نختار علامه التوصيل، ندوس عليها كده ونستنى خرائط جوجل. بالنسبه خرائط جوجل دي بتطبيق خرائط جوجل بنلاقيه في اي موبايل في اندرويد. هيتم فتحه. طب في حد هنا ممكن يسأل سؤال ويقول: طب ايه الفرق؟ طب ما انا اخش على خرائط جوجل على طول وفيها نفس الميزة. هقول لك: لا، خرائط جوجل بتوديك لأقرب مكان للنتيجة بتاعتك. يعني لو كتبت لها الحي الخامس، منطقة تانية، فيلا رقم واحد، ما بيجيب لكش. تمام. لا، بيجيب لك فيلا رقم واحد، بتجيب لك الحي والمنطقة بس، لكن ما بتوديلكش على طول على الفيلا. هنا بقى الميزة بتاعتنا بتاعت البرجم بتاعنا. تمام. يعني حضرتك اهو زي ما انت شايف، يديك حوالي 3 طرق من مكاني اهو. وعشان خاطر يتفعل مكانك لازم تفعل اشارة الموقع اللي هي دي اهي. تمام. تاني واحدة من جهة الشمال. تمام. فانت هنا مديك حوالي 3 طرق: الطريق الاول والطريق التاني والطريق التالت. حاسب لك كل طريق تمام بياخد قد ايه. ولو دوست علامة البدء اللي هي حضرتك بيعرفك بقى، ممكن تدخل يمين، تدخل شمال، تطلع على طول. بعد كده فاضل لك كذا، ويبدأ يحسب لك ايه الحسابات بتاعتك. التطبيق ده مفيد في ايه؟ مفيد انك انت حضرتك او معاك ديليفري جديد، مش عارف المنطقة، مش عارف الاماكن. ماشي. بيبدأ هو يوريك ازاي تبدأ تروح المكان ده، وازاي ما تتوهش في نفس او كاونر. انت بيعرفك السيلز ده خد قد ايه. تمام. ده بيساعدك انك انت تعرف الاماكن تحديدا لقطها. تمام. هل هم خدوا ساعة، ساعتين، 3؟ هل هو خرج بره نطاق الشغل او لا؟ زي ما انتم شايفين ادي هو كده التطبيق اتفتح. تمام. بيبدأ بقى يشرح لك بالشوارع، بالاماكن، مرورا لغاية لما اللي انت عايزه. كده حضراتكم بنبقى هنبقى انتهينا الحمد لله عرض التطبيق بتاعنا.